ولا وقع على الارض. بصوا احنا قلبناهم كلهم مره واحده كده، هنختار منهم واحنا مش شايفين. يا رب يا رب يا رب ما تغشش. مغش طبعا. طب اكذب عليا حتى. غمض عينيك، اختار اول واحده. ده الانوكي مشروم. ماشي. ايوه انت والله عارف مش عشان شايف. هو هناك. لا عشان عارف مكانه. انت غشاش قوي بجد. مش كده. استني هنعيدها. اوكي ده الانوكي مشروم. يا سلام. انت بتضحك على مين بالظبط يعني؟ يلا طب والله ده. انا ما فاكره فعلا مكان اي حاجه. اهو تاني حاجه. ماشي. رابع حاجه انت. تالت حاجة. اوكي تالت حاجه بتاعتي انا. اخر واحده ها، خلي بالك بقى. رابع حاجة. طب بصي يعني انا اخترت واحدة من دي وانا اخترت واحده من دي. وفاضل كده هيبقى واحدة. فاضل واحده. طب خلاص. خلاص ماشي. بصوا هو عامة في حاجات هنا غريبة ومريبة. ماشي جربهم في فيديو جاي. في حاجات خايفه منها قوي راحت في الصندوق ده فمرتاحه الحمد لله. شويه. اول حاجة هنجربها كيستنا او اللي هي مارون جلاسي الكيستناء. ابو فروة. ايوه دي كل دي اسامي ليها. مارون جلاسيه او كيستناء او ابو فروه. بس هنا اعتقد من غير الفروة. في كيس تاني بقى في الفروة ده. فروه لوحدها. طبعا بما انها حاجة صيني اكيد هتبقى فاكيوم جوه. فاكيد هتلاقوا جوه. ايه ده؟ دي كذا واحده. ايه ده؟ الموضوع ده حلو قوي يا جماعه بجد، اني مش الحاجه مفتوحه على بعضها كده وخلاص بقى شكرا يعني. الصين وصلت لتكنولوجيا في الفاكيوم مش منطقيه بصراحه. المكونات كيستناء وسكر، ما فيهوش اي حاجه. انا بحب اصلا ابو فروه في العادي يعني، بحب اشويه واكله. انا بحب ابو الليف بصراحه. ريحتها حلوه قوي، ريحتها ابو فروه ومشوي. ابو فروه. حلوه قوي. ده حلو قوي. ايوه مش مسكر قوي وكريمي كده بيدوب. بدايه مبشره بالخير. جامد جامد جامد. رائع. في حاجات احنا جبناها معانا من السوبر ماركت واحنا راجعين من الامارات، وفي بقى حاجات تانية. ايفا صاحبتنا في الامارات هي متابعه لينا واحنا بقينا اصحاب من بعد ما هي ما بعتت لي، وكانت بتسالني انا عايزه نودلز ايه من هناك، فانا ما كانش فيه خلاص نوع انا عايزاه بعد الانواع اللي اوريدي عندنا، بس قلت لها لا انا عايزه حاجات تانية. فبصراحه يعني جابت لي كل الحاجات اللي انا طلبتها منها واخترتها ورحت خدتهم منها، فبجد شكرا جدا. يلا بينا نشوف اللي بعده. ده جولدن سويت كورن، سناك بالسويت كورن. واحنا عندنا في مصر هنا سناك بطعم السويت كورن، بس طعمه الميه بتاعه السويت انا كورن. بحبه جدا. وده لون الجولدن سويت كورن. هو في نكهه الذره الحلوه، وهو نفسه معمول بذره. هو حلو. اللي بيحبوا سوبر رينج اللي بالجبنه والمضغه بتاعه السناك بتاعتها ده زيه قوي بس بطعم سويت كورن. ده جامد. ده اختياري برضو. انا عمال ابص في الفيديو ايه اللي انا اخترته، مش لاقي حاجه انا اخترتها غيرك. هو مش انا. احنا دلوقتي مين اللي هيكمل ده، انا ولا انت؟ انا هاخده، انا قررت كده. عندك. مش عايز خلاص. انت عملت كده بجد؟ انا عارف ان انا فاجئتك. عامل لي كده. انا اصلا كنت هقول لك نلعب ونحدف واحده فوق ونقفن وكده يعني. مش مصدقه نفسك بجد. والله يا مخضوضه. عارفين الناس اللي بتحب تاكل الاندومي او النودلز من الكيس من غير ما تسويها؟ اللي انا فهمته ان السناك ده نودلز بتتاكل من غير ما تستوي. المهم ان دي بطعم المأكولات البحريه اكتر طعم بنحبه. هي تحسوها متبهره كده اهي. ايه ده؟ حلوه أوي. قوي. الفيديو ده كله مفاجآت. الملمس بتاع النودلز نفسها حلو قوي، مش ناشفه زياده. التوابل اللي عليها طعمها حلو قوي قوي وسنه مسكره. اللي بعده وتاني واحد من نفس سناك النودلز بنكهه الكراب والكابوريا. في شكل النودلز طبعا ايه، في شويه مكسرين جوه، بس انا مش قادره اقول ان هي بطعم الكراب. بس هي مسكره قوي، هي طعمها شويه بالدو كراب. النودلز اللي بعده. خامس حاجه معانا النهارده النودلز اللي هي اللي بتتاكل كده دي بنكهه الاجنحه المشويه. وده شكل نودلز بطعم الاجنحه المشويه. ريحتها كباب.
انا دي اول واحده ادوق فيها طعم النودلز بقى نفسه. طعم الدقيق. لا الفليفر في الاتنين التانيين ده كده بقى. اللي فاتت دي كانت خطيره بالنسبه لدي، دي اخف طعم فيهم اصلا، دي مش حلوه خالص. اللي بعده دي اول ما شفتها زي ما انتوا توقعتوا بالظبط افتكرتها بقى مين؟ افتكرتها بتاعت بالدك او سام يانج، يعني السي ويد بتاعتهم، بس طلعت لا دي تقليد. الشركه اسمها سوري سانج. هي لحد ما وصلت لي كنت فاكراها ان هي سام يانج سي ويد بس سناكس. طلع بقى ايه السي ويد دي اهي، طحالب بحريه. سبايسي حلو بس فيها طعم معفن. ان انا اكلها كده مره واحده لا، بتهيألي هقدر استخدمها تتحط على حاجات او تبقى فليكس كده على بليتس معينه فيها سي فود او حاجه، حاسه هتبقى حلوه. هي طعمها حلو على فكره، ما تعتبرش زفره خالص، والافتر تيست بتاعها زرع، لطيفه مش وحشه وهعمل بيها حاجات. اللي بعده سابع حاجه معانا انوكي مشروم بطعم الباربيكيو. هو شكله حلو بس انا مش متفائل بلون الصوص ده، بيفكرني بالنودلز بتاعه اكوان اللي جربناها. هو متفتت، هو حلو مش سيء، هو بس فيه كمون كتير، كمون كتير قوي. مش عارف ليه مديني طعم خرشوف ني. ايوه صح. على فكره هو هنا راسمين كمون كتير، مرسوم عليه كمون كتير. المكونات فيلوبيتوس فلامونا. انا حاسه ان هو ممكن يتحط على حاجه هيبقى احلى. اللي بعده اخر منتج السبيط الحار، طبعا 3. الصراحه شكله حلو قوي، هو شبه البيض يتعمل من كتر ما هي فاكيوم بتنسى يعني الزفاره. ايه ده؟ الفاكيوم حلو، منع عننا حاجات كتير. طب استني يتهوى شويه عشان الريحه صعبه. الريحه بشعه. بس طب اللي يعمل لها فليب كده يكسب ولا هتاكلها برضه؟ كلها بقى كلها، اعمل لها فليب اهي. مش قادر اوصف لكم الريحه. عارفين مثلا لما تاكلوا سمك ويتبقى مثلا سمكه فتبات بعد كده تسخنوها مرتين في الميكروويف، الميكروويف يطلع الريحه دي. يعني انت وصلت للمرحله دي مع حاجه قبل كده فعلا؟ في الشغل قبل كده وفي حد سخن سمك في الميكروويف كانت نفس الريحه دي بالظبط. ندوقه بجد؟ يلا. هو طعمه حلو، طعمه مش زي ريحته خالص، بس ريحته مش حلوه، بس ما فيهوش طعم الريحه. هو فعلا باربيكيو كمان، هي الفكره ان هو فيه تسكيره الباربيكيو والمضغه بتاعته حلوه مش وحشه. المضغه بتاعته حلوه قوي. أيوة. فهو فعلا ريحته لا تطاق، طعمه انتنس يعني وحلو. وكده نكون جربنا 8 منتجات اسيويه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وتستنوا الجزء اللي جاي من المنتجات الاسيويه، ونشوفكم الفيديو الجاي.